تطور كتير ملحوظ في عالم طب التجميلي من أجهزة ومعدات وأمور كتير عم تنطرح. اليوم نحن رح نتعرف على بعض المواضيع الخاصة لجمال المرأة مع الدكتور وائل عبد الله، أخصائي جلدية وتجميل. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور، اليوم بدنا نتطرق على عدة مواضيع، عن الخيوط، عن الليزر الكربوني هلأ الجديد، وأمور كتير خاصة بالمرأة. بالبداية دكتور بدنا نحكي عن الخيوط. هلأ هبة الخيوط بشكل كتير ملحوظ، فشو هلأ في موجود عندكم بالطب عن الخيوط؟ تمام. موضوع الخيوط الجراحية هو ظهر من فترة قريبة مش من زمان، ومر بتطور كتير، وحتى هو موجود دلوقتي بقاله فترة موجود هنا في الكويت. في البداية كان ظهر الموضوع بشكل خيوط مش بتدوب، بتتحط في الجلد يعني بيرمننت، مستمرة طول الوقت. واتطور الموضوع شوية، بقى فيه خيوط اللي هي بتدوب مع الوقت، اللي هي بيمتصها الجسم أو بتدوب داخل الجسم بعد فترة. ودي نفسها مرت بعدة مراحل للتطور. كان في الأول بتدوب خلال شهر، شهر ونص. دلوقتي في نوع كويس جدا بنسميه احنا الجيل الثالث من الخيوط، وده بيستمر في الجسم لمدة 6 إلى 8 شهور. وبعد كده هو الفكرة منه إنه الجلد بتاعنا في زي شبكة تحت الجلد من خلايا الجلد، وتحتها الألياف اللي هي الكولاجين والإلاستين، ودي اللي بتحافظ على تماسك الجلد مع بعضه. ومع الوقت احنا بيتقل الألياف دي مع التقدم في السن، ومع حتى دلوقتي بتظهر في الشباب في السن الصغير اللي احنا كنا بنسميها قبل كده علامات الشيخوخة المبكرة، نتيجة عوامل كتير زي الشمس والتلوث والتدخين وحاجات كتير اتكلمنا فيها قبل كده. فبدأت تظهر التجاعيد أو ترهل الجلد. الفكرة من النوع ده من الخيوط اللي هو الجيل الثالث من الخيوط ان هي بتستيموليت او بتحفز انه الجلد يكون تاني الالياف دي مرة تانية. فبالتالي احنا بنحط الخيط في الجلد، هو مع الوقت بيحفز الكولاجين الطبيعي انه يبدا يعمل الياف مرة تانية، فكاننا بنبني تاني الشبكة الموجودة في داخل الجلد. فبيدوب الخيط بعد فترة، لكن بيستمر النتيجة بتاعته عن طريق الكولاجين الطبيعي والالياف الطبيعية لمدة سنتين او اكتر شوية. فبالتالي هي عملية طبيعية جدا بتحفز الكولاجين الطبيعي في الجلد. نتيجته بتبان بعد ما بنحقنه في نفس الوقت عن طريق الخيط نفسه والشد والتقوية الجلد، بتبان على طول. ونتيجة على المدى الطويل عن طريق الكولاجين اللي احنا كوناه بسبب وجود الخيط داخل الجلد، ودي اللي بتستمر فترة طويلة. استخداماته حاجات كتير طبعا، زي ما قلنا اهمهم الترهلات وشد الوجه او الرقبة، حتى ممكن رفع الحواجب، تعديل الخطوط الموجودة، زي انه احنا بنحطه بطريقة معينة في العضلات الموجودة فبيريح العضلات شوية، شبه البوتوكس. احنا ممكن نقول بنستخدمه كبديل للبوتوكس، او نستخدمه مع البوتوكس او الفيلر، ممكن نعملهم مع بعض، نعمل حاجه واحده على حسب، بيختلف من مريض لمريض وعلى حسب كل حاله. دكتور، يعني ممكن اللي بدها تخضع لموضوع الخيوط ما عندكم اي مشاكل بالنسبه للعمر، انما المشاكل بتكون واضحه حسب البشره، يمكن بدنا نقول، او حسب العوارض اللي متعرضه عليها البشره انها تخضع لهيدي الخيوط. هو الموضوع يعني زي ما اتفقنا، استخدام الخيط لعلاج التجاعيد الاول نكملها بسرعه، انه كمان بنقدر نستخدمه لرفع بعض اجزاء من الجسم، سواء في ترهلات الصدر او الارداف والاماكن دي، حتى في البطن. وده طبعا بيتحكم فيها حاجات كتير، اهمها نوع الخيط نفسه. احنا زي ما اتفقنا ان في انواع كتير من الخيوط، فنوع الخيط ده مهم جدا، ان هو النوع اللي بنتكلم عنه ده مناسب جدا، لانه حتى هو مقاوم للبكتيريا، ففكره انه يحصل فيه مشكله بعد الحقن بتقل كتير. هو كمان ما بيعملش اثاره للجهاز المناعي، فالجسم بيتقبله بسهوله. وزي ما قلنا هو بيدوب بعد فتره، فما بيكونش فيه اي مشكله خالص. حلو. يعني هيدا الكلام كمان بينطبق دكتور حتى للاشخاص اللي بيكونوا عاملين عمليات تكميم وبيصير في عندهم ترهل، ممكن يساعد بالزبط. الخيوط؟ طبعا اكيد اكيد. وما بتغير من شكل الوجه، يعني نحن اذا بنلاحظ يمكن متابعه الخيوط عندكم انه طبيعيه بالشكل اكثر من انه فيلر ولا شد. ده يعني واضح. سؤال كتير مهم، لانه يعني احنا مثلا البوتوكس شويه بيقلل الاكسبريشنز، الخيوط بتشد الوجه، او حتى الجراحه لما كان بيقطع الجلد زمان بتشد الوجه، بيبقى شويه ماسكت فيس زي ما بنسميه، ومفيش فيه تعبيرات كتير. لكن الخيوط بتشد الوجه، لكن بيفضل الاكسبريشنز موجوده، فالموضوع طبيعي جدا، ما بيكونش فيه اي مشكله. حلو، عشان اللي بتكون متخوفه من هالمواضيع ابدا تسهلوا يعني عليها الموضوع. خالص. الحاجه الثانيه المهمه في موضوع المضاعفات، زي ما قلنا، انه غير اختيار الخيط، اختيار المريض المناسب، لانه مش كل الناس، لانه في بعض الناس ما ينفعش نستخدم فيهم الخيوط. طبعا خلال فتره الحمل يستحسن ما نستخدمش الخيوط، وبعض الامراض الخاصه بالجهاز المناعي زي الناس اللي عندهم مشاكل بعض امراض الغده الدرقيه اللي هو الهاشيموتو ديزيز، نوع معين من امراض الغده الدرقيه، مش كل الحاجات. وبعض الامراض الثانيه الجهاز المناعي الخاصه بالجلد. وفي حاجه مهمه اللي عاملين الفيلر الدائم،
للاسف اللي حاطين بعض الفيلر الدائم من فترات طويله ما نقدرش برضو نستخدم لهم الخيوط نفس الشيء، نفس الفيلر العادي. حاجه تانية في المشكله هو طريقه وضع الخيط نفسه في الجلد، لانه احنا يعني لو الخيط اتحط شويه سطحي ممكن يبان تحت الجلد، لو اتحط في مكان غلط هيبقى باين ان هو موجود في مكان غلط او يدي نتيجه مش عايزينها، يعني هيشد في مكان مختلف. فدي بعض الحاجات، فباختيار الدكتور اللي هو الكواليفايد كويس ده شيء مهم جدا، واختيار نوع الخيوط المناسبه واختيار المريض المناسب ده اهم 3 حاجات بتاثر في يعني النتيجة. عندكم تكنيك خاص كمان برسم البشره بالخيوط هيدا شيء لازم عشان يامنوا انه الوجه يدلوا على أكيد. نفس المعالم نفس الجمال. احنا كتير بنسمع دلوقتي انه يعني ناس كتير بدات عملت الخيوط من فتره قصيره زي ما اتفقنا، والشكوى الكومن في الموضوع واهم يعني اكتر شكوى بنلاقيها من المرضى انه ما فيش نتيجه، عملوا الخيوط لكن ما خدوش نتيجه. ما خدش نتيجه عشان ده راجع لعده عوامل زي ما قلنا، اختيار مناسب، اختيار نوع الخيط واختيار المريض المناسب للخيط، والحاجه الاهم فيهم طريقه وضع الخيط نفسه وتوزيعه على بالزبط. البشره، طريقه وضعه في الجلد. دكتور اشرح لنا شوي عن موضوع الليزر الكربوني، هلا جديد يمكن عم بتتداولوا فيه ولازم انه نوضح الصوره اكثر للمشاهدين، شو هو؟ طيب تمام. موضوع الليزر الكربوني هو مش جديد قوي، بس هو الفكره فيه هو ده نوع معين من الليزر احنا موجود من فتره، اساسا هو ليزر علاج الكلف والنمش والبقع الموجوده في الجلد اللي هي البقع الداكنه ناتجه عن الشمس او الحبوب او يعني اسباب كتير. وفي يعني بطريقه معينه من الليزر ده بنحط احنا معاه الكربون سوليوشن ده اللي هو الكربون السائل على الجلد عشان يمتص الليزر. زي ما اتفقنا هو ليزر بيعالج البقع الداكنه، فلما احنا بنحط لون غامق اللي هو الكربون ده فبيمتص حراره الليزر شويه، بيعمل زي هيتنج او تسخين للبشره من الطبقات السطحيه. ولما بنضرب عليه الليزر هو بيعمل زي تقشير خفيف، سوفت بيلينج بنسميه، فبالتالي المريضه بتحس بان في نضاره على طول بعد الجلسه مباشره. بالاضافه لكده ان الهيتنج اللي احنا بنعمله ده بيحفز الكولاجين برضو بنفس الشيء، فبالتالي نقدر بيسكر المسامات زي ما بنسميه اللي هو تصغير المسامات، تصغر شويه بحيث ما تبقاش باينه، وبيدي نضاره كمان في الجلد. يعني الكولاجين اللي بيطلع ده بيسموه ريجوفينيشن اللي هو تجديد للبشره كلها. بالاضافه لكده هو زي ما قلنا انه علاج الكلف والبقع والحاجات دي كلها، بس ده مش بالكربون، هو بنفس نوع الليزر بس مش موضوع الكربون. وده فتح لنا موضوع تاني خاص بالخيوط كمان، ان الخيوط بنقدر نستخدمها لنفس الشيء للريجوفينيشن زي ما قلنا هي بتحفز الكولاجين. فحسب نوع الخيط نفسه في خيوط بنشد بيها، في خيوط تانية بتتحط بس علشان الريجوفينيشن ده، ان هي برضه تسكر المسامات شويه، بتدي نضاره في الجلد. كمان هي بتساعد بتذوب الدهون شويه، فبنستخدمها دايما في الدبل تشين وبعض الاماكن ممكن البطن شويه. حلو. بس طبعا ده في الاماكن الخفيفه، مش ما يكونش فيه بطن كبيره، دي بتحتاج نوع تاني من العلاج طبعا. يعني كله مكمل بعضه تقريبا. بالظبط. ما إلها اي عوارض بالنسبه للليزر الكربوني؟ ما له اي عوارض؟ لانه عاده بس نسمع ليزر بدل في كومنت او نقطه انه الليزر لا خلينا نستفسر اكثر، خلينا نعرف النتائج اكثر، فعوارضها هل يوجد عوارض ام سهلات؟ اكيد ده سؤال مهم جدا، لانه الليزر الكربوني زيه زي ليزر له احتياطات قبل وبعد الاجراء الطبي ده نفسه. فاهم شيء انه بعد الجلسه الكريم الحمايه من الشمس طبعا ده ضروري، احنا كده بننصح بيه الناس دايما انه يحطوا كريم الشمس، ملوش علاقه باي شيء، لكن خاصه اللي بيعملوا حاجات فيها ليزر او اي حاجه خاصه بالجلد يستحسن يحطوا كريمات الحمايه من الشمس بشكل مستمر. وكمان عايزين نقول انه الليزر الكربوني ده حاجه منتشره كتير دلوقتي، وهو جلساته احنا بنعملها كل اسبوع في الاول لمده 3 أو 5 مرات، بعد كده ممكن كل 2 أو 3 شهور، لانه زي ما اتفقنا ان هو بيعمل بيلينج خفيف، يعني تقشير خفيف للطبقات السطحيه، فبيشيل الخلايا الميته المتجمعه، الدهون الناشفه جوه المسامات، الحاجات دي كلها، فبيحافظ على البشره نظيفه ما فيهاش مشكله، فبالتالي يحافظ على النضاره طول الوقت موجوده. مع الوقت احنا لما بنسيبه اكيد بيتجمع تاني الحاجات دي، فعشان كده احنا بنريكومنده، يعني بننصح المرضى بنعيد بالظبط كل 2 أو 3 بتعمل جلسه تحافظ على الجلد على طول كويس. يعني مبدئيا بفهم من كلامك دكتور انه كل تقريبا شهر او شهرين ممكن تعيد عليه، ما في كمان مشاكل اذا عادت على طول، وبتكون بهالاثناء هي حاطه الخيوط او بتكون حاطه اي ابر نضاره؟ ما فيش اي مشكله خالص. زي ما قلنا ان النوع ده من الخيوط اللي هو الجيل الثالث من الخيوط، حاجه بنسميها البي تي او، ده نوع كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل، نفسه زي البوتوكس والفيلر اللي احنا بنستخدمه، الانواع اللي هي الابروفد الكويسه كلها، ما فيش مشكله خالص مع الليزر. الجلسه دكتور كيف ممكن تاخذ وقت معكم؟ يعني هل انه بتاخذ وقت كثير انه يعني مثل الجلسات السريعه؟
لا ده احنا نقدر نقول الجلسات السريعه، لانه حتى بالنسبه للخيوط هي ما تاخدش وقت خالص. ممكن نقول يعني مثلا في شد الوجه من 10 دقائق لنص ساعه بالكتير، ونقدر نستخدمه في حالات كتير عملناها حتى في العياده بدون مخدر خالص، او على الاقل بكريم مخدر كريم موضعي مش اكتر من كده. فالموضوع سيمبل جدا ما فيهوش اي مشكله. وبالنسبه وبتشوف للليزر النتيجه على طول في نفس الوقت، فده بيحس المريض ان هو في تغيير بيحصل. بالنسبه للليزر برضو ليزر الكربون نفس القصه، ما بياخدش اكتر من ربع ساعه بالكتير. واحنا طبعا ده بننصح بيه انه احنا بنعمل قبليه جلسه لتنظيف البشره وفي جهاز مخصوص تنظيف البشره. احنا حتى في البشره الدهنيه واللي عندهم حب الشباب احنا دايما بننصحهم ما يعملوش تنظيف المانوال اللي هو بالايد، لان الفريكشن اللي بيحصل بالايد ده بيزود الحبوب مع الوقت. ففي جهاز مخصوص بيعمل تنظيف للبشره مع الستيم وحاجات كده، بيفتح شويه كمان المسام ويشيل التبرس دي. فبنعمل بعديه على طول ليزر الكربون، فبتكون النتيجه احسن كتير. تستقبل ونقدر بالظبط بتكون استجابه البشره للليزر احسن كتير جدا. وفي نفس الوقت بعد الليزر لو حطينا احنا جلسات الميزوثيرابي او النضاره اللي هي بالفيتامينز والمينرالز والحاجات اللي هي بتعمل تغذيه للجلد، دي بتكون نتيجتها برضو كتير كويسه. فبنقدر نعمل كوكتيل ده مع بعض وبيكون نتيجته كتير رائعه يعني. دكتور، يعني هيدي النتيجة انه بتحصل عليها المرأة من اول جلسة مع هالامور التقنيات اللي بتخضع لها، فهي بس تطلع من هيدي الجلسة بتلاحظ في فرق، ام انه ممكن تقولوا لها للست او السيدة او اي شخص خاضع لهالموضوع انه لازم ترجع بعد مثلا اسبوع، ام انه ضامنين هالموضوع انه من جلسة وحدة بتطلع نتيجة؟ طيب سؤال جميل برضو، لانه بالنسبه للخيوط النتيجه زي ما اتفقنا اون تايم بنحسها على طول بعد الجلسه، بس دي بتكون نتيجه اللي هي الناتجه عن وضع الخيط نفسه بيشد الجلد شويه زي ما قلنا، فبيبان النتيجه على طول. وتحفيز الكولاجين ده بيبدا من اول بعد اسبوع من وضع الخيط يبدا يطلع الكولاجين، الماكسيمم بتاعه بيوصل بعد 3 اسابيع. فبالتالي احنا بنقول دايما ان في بعد شهر او شهر ونص في نتيجه ثانيه كمان بتبان، تفضل النتيجه تبان بعدين وتستمر دي لمده سنتين، ممكن اكتر شويه او اقل شويه، حاجه بسيطه على حسب المريض. هيدا بالظبط. اما بالنسبه لليزر الكربون النتيجه بتبان في نفس الوقت برضو بعد الجلسه على طول، بتحس على طول ان في نضاره، او الوجه احنا بنسميه الوجه بتحس وجهها منور بعد الجلسه، لانه البيلينج الخفيف اللي حصل ده بيشيل الطبقات السطحيه زي ما اتفقنا بدون اي مشاكل. يعني كان زمان بنعمل الكيميكال بيلينج، الكيميكال بيلينج هو نقدر نعمله دلوقتي بس له حالات معينه، لكن الليزر ده ادانا نفس النتائج بشكل بسيط وما فيش فيه اي مشكله وسريعه جدا، فبتحس بان الوجه منور بعد الجلسه على طول. احنا بنقول كام جلسه في البدايه علشان نقدر انه نشيل المشاكل اللي موجوده في البشره خالص، لكن مع الوقت بتجمع طبعا زي ما اتفقنا تاني الدبرس والديد سيلز والكلام ده، فعشان كده كل شهرين بتعمل جلسه او 3 شهور تحافظ على البشره طول الوقت بنفس الشيء، وتحافظ على النضاره كمان موجوده. في احتياطات دكتور بالنسبه للليزر الكربوني لازم المراه انها تكون محتاطه فيها، او انه مراعيه امور معينه لما تعمل جلسه الليزر الكربوني؟ الاحتياطات اللي هي يعني قبل الجلسه زي ما اتفقنا بس هو تنظيف البشره بشكل عادي، ما تحطش يعني ما يكونش حاطين حاجات اللي هي بتعمل زي متعرض لتان او حاجه زي كده، لانه الشمس بتعمل شويه الجلد بيتهيج شويه الجلد، فلما تعرض الليزر ممكن يحصل فيه حرق او مشكله، فما يكونش حد جاي من التان على طول ويعمل ليزر، او في زي بعد المشاكل في الجلد لو في اي التهاب او حساسيه او حاجه لازم تخف الاول. الليزر بعد الجلسات زي ما اتفقنا اهم شيء هو كريم الحمايه من الشمس مش اكتر من كده. وحاجه مهمه عايزين نذكرها حتى في الليزر الكربوني ده، هو زي ما اتفقنا انه الكربون نفسه هو مجرد السوفت بيلينج اللي اتعمل مع الهيتنج اللي بيحصل ده، لكن بنفس الليزر احنا ممكن مع الجلسه احنا بنعمل حاجه ثانيه بنفس الليزر الموجود غير الكربون، نقدر بنعمل بيه ريجوفينيشن بشكل اقوى شويه، يعني بنعرض الجلد الليزر ده بجرعات مختلفه شويه عن اللي بنعمل بيها الكربون، فبالتالي بنقدر نحصل على ريجوفينيشن بشكل احسن كتير جدا في نفس الجلسه برضه في نفس الوقت. حلو. دكتور، اكيد عندكم بالمركز او بالعياده عندكم امور كثيره حتى تحلوا مشاكل بعض السيدات، يعني في ممكن مشاكل سيدي ممكن تكون تعب، ممكن يكون ولاده، ممكن بعد الحمل، ممكن في امور كثيره ممكن تعالجوها بعده يمكن حلول. أكيد. فاكيد لما يلتجوا لعندكم انتم بتحددوا هيدي الامور، شو اللي بينفع معها ليزر كربوني ام انه ليزر عادي ام انه خيوط، فعندكم بالمركز شو بتقدموا ممكن من نصائح او كيف بتتابعوا هيدي الامور لما تلجا لكم سيدي عندها بعض المشاكل في البشره او بانحاء جسمها؟ تمام. يعني هي المشاكل اللي احنا دايما بنقول اللي هو للستات السعيدي الانوستيك دلوقتي مع تقنيات التجميل الجديده، ودي زي ما قلتي انه بنعملها بكذا حاجه على حسب المشكله كمان الموجوده.
يعني مثلا موضوع تفتيح اللون في اماكن الجسم كلها، احنا ممكن بنفس الليزر الكربوني ده لانه بيفتح اللون شويه. بعض الحاجات التانية بنقدر ممكن بالفيلرز، ممكن يعني نوع معين من الليزر بنقدر نستعيد نفس الشيء زي ما بنقول النضاره او ريجوفينيشن لكل اماكن الجسم، ما فيش اي مشكله خالص. والحاجات دي دلوقتي سيف وامنه ما فيهاش اي مشكله، بس زي اي شيء لازم نختار نوع العلاج الكويس وعلى حسب المشكله الموجوده، وانه يتعامل بطريقه كويسه، يكون الدكتور كواليفايد وتمام، فتلاقي الامور ان شاء الله ما تكونش فيها مشكله خالص. وكل الحاجات دي بتتحل دلوقتي، ما عادش فيها اي مشكله. يعني ما بقى في صعوبة مع الطب التجميلي، في حلول كل شيء، يعني حتى المرأة تدلى في قمة الأنوثة والجمال. شكرا لك دكتور وائل عبد الله، شكرا. شاكرين. مشاهدينا خليكم معنا مستمرين مع عالم المرأة ستايلك من بعد البريك.